صباح الخير. ده الفيديو السابع عن سد الخراب الحبشي بمناسبة الاستعداد للملء الرابع. الحائط الأوسط أو جزء السد الأوسط هو فيه جزء يمين وجزء شمال، ده فيه تربينات وده فيه تربينات، والجزء الأوسط اللي هو بيبقى فيه السيفون اللي بينزل المية، وهيبقى فيه كوبري. بس المهم ان الجزء الاوسط ده لما يكتمل هيبقى على منسوب 640 ويبقى وراه 72 مليار متر مكعب ميه في البحيره. النقطه المهمه بقى اللي عاوز اشرحها ان الحائط السد عموما هرمي كده، يعني لما توصل لحده، حد الاحتجاز الاعلى، بيبقى عرضه فوق قليل جدا، انما في القاعده تحت عرضه كبير. اذا عشان يرفع متر تحت محتاج كمية خرسانة كبيرة ووقت كبير، انما عشان يرفع متر فوق محتاج كمية خرسانة قليلة ووقت اقل. بمعنى ان الوقت المتاح ليه عشان يعلي الحائط الاوسط هيقدر يعلي فيه اكتر كتير جدا في الارتفاع العالي اللي هو عافيه دلوقتي. اذا في الوقت اللي هو فيه النهاردة ممكن يبني لحد السد ما يخلص، لحد 640 عنده الوقت الكافي، وكميه الخرسانه قلت لان انت في القمه بيقل كميه الخرسانه. هو مش هيعمل كده لان الترمينات مش جاهزه وما يقدرش يحجز الفيضان كله تقريبا، كله لو عمل كده. انما هو هيحجز او هيبني حوالي 25 متر، يعني تقريبا او 22 متر في الحدود دي، وهيحجز السنه دي حوالي 25 ل 28 مليار متر مكعب، وده يعادل اكتر من كل ما سبق حجزه قبل كده. لو انا في السنه في الملء الاول والثاني والثالث كان المفروض يوصل لحوالي مثلا 39 40 مليار، هو عنده 22 بس، كان عنده مشاكل فنيه. انما هيعوض كل ده في الحجز ده. في السنة دي هيحجز بالكامل كان محدد في الجدول ده، الجدول اللي مضى عليه وزير الري مع ترامب في واشنطن افتكر 2019، واللي قال ان الملء الرابع هيوصل فيه الحجم ل 49 مليار. الملء الثالث طبقا للجدول 39، ما عملش 39، راح عمل 22 او 20، مش عندناش ارقام ثابته. انما ال 49 مليار اللي المفروض يعملهم في الملء الرابع بناء على امضه وزير رينا هيعملها السنه دي، هيعوض كل اللي فات. الشعب المصري حاسس بكده؟ لا. ليه؟ لان من اول 2013 ولمده 6 سنين كانوا بيدوا تصرفات من السد العالي يقل 10 مليار كل سنة عن التصرفات اللازمة طبقا لما سبق من سنين سابقة. يعني كانوا بيخزنوا عشان الشعب المصري ما يحسش بالملء اللي بيحصل حاليا. هيحس امتى الشعب المصري؟ انا كنت قلت قبل كده هيحس 2024 23، ولكن لانهم ما وصلوش كما يجب الملء سابقا، افتكر الشعب المصري هيشعر بالجفاف 2025. وشكرا.